يابا طلع مو بس حمد خامط له 6 مليارات، اكو شغلة ثانية طلعت واكو بوقة كبيرة. واحد تحدث لنا وحكى عن فد بوقة بالعراق وطريقة جديدة بالبوق. تذكرون يوم 19/6/2008 بلا طلعوا لنا الصورة مال العاجل اللي طلعت سنة 2008 بلا زحمة عليكم. 19/6/2008 تتذكرون اكو سيارة مفخخة بيها انتحاري انفجرت يم بالباب الشرقي الوزيرية يم وزارة المالية بمنطقة باب المعظم. تتذكروها لو ما تتذكروها؟ هذه كل احنا نتذكرها. اكو فد واحد يقول اكو فد فريق مكلف من وزارة الداخلية اجوا من البنك المركزي جايين على وزارة المالية جايبين شقد عيني، جايبين 4 مليارات بسيارة. يقول جبنا ال4 مليارات حامينها نريد نوصلها لوزارة المالية، انفجرت يمنا سيارة مفخخة. يقول سيارتنا انقلبت واحترقت. أخذتنا الحرقة، أخذنا القهر على فلوس الدولة. ليش تروح فلوس الدولة؟ فقلنا يابا خلي نعالج الأمر وخلي نطفي السيارة. يقول هسه هي راحت في 70% من الفلوس المسلفنة هاي الحلوة احترقت. يقول جبنا هاي المسلفنات بعدهن. يقول وإذا نكتشف أنه هذه ورق مو دولار. فيقول جبت جماعة الداخلية اللي اجوا ويانا وجماعتنا، قلت لهم تعالوا خلينا نسوي محضر انه الفلوس ترى ورق مو 4 مليارات دولار اللي طالع من البنك، مو فلوس ورق. يا جماعة سمعوا الطريقة الجديدة بالبوق. وهي شنو جديدة بال2008 واحنا ما ندري بيها؟ يقول سويت المحضر ووقعت عليه أكثر من 13 ضابط وضابط صف يعني مفوض. يقول بالليل وإذا يتم اقتحام بيتي ومسدس براسي، لو حياتك وحياة عائلتك لو توقع على المحضر اللي احنا كتبناه وراح نلغي المحضر السابق. لا أقول لك ولا تقول لي الولد اللي كتبه هسه يبيع لبلبي باب الشرجي. أنا شريد أقول باقر جبر الزبيدي كان وزير مالية، لازم يأكد لنا هذه المعلومة ويقول بذاك اليوم انفقدت 4 مليارات من الدولة بسبب انفجار إرهابي. ولا يقولون جماعة المجلس الأعلى ما إن خلق نطلع بالإعلام، مبتعدين عن الإعلام. عمي أستاذ باقر اكتبها على صفحتك واحنا ناخذها اذا ما تتشرف تطلع ويانا، انا اقول لك اياها زين. لانه انا رحت 13 يوم ببغداد ما حصلت ولا واحد من عندكم. كل ما احكي على المجلس الاعلى والله عندنا وجهة نظر بالاعلام، احنا ما نطلع من سيد عمار الى اقل واحد بيكم، وما حد طلع ويانا. هذه المسألة تخص اموال الشعب، لا بيها وجهة نظر ولا بيها ما متفرغين. دا أقول لك إياها، أقول لك اكتبها على صفحتك بالفيسبوك وانت ما شاء الله ناشط، ووضح لنا إذا أكو هيك مبلغ حتى يبدأ التحقيق. اللجنة المالية دكتور هيثم الجبوري، دكتور ماجد التميمي، مسعود حيدر، أتوسل إليكم باسم الشعب العراقي أن تبحثون عن هذه المسألة. أكو أموال مفقودة بذاك اليوم. وزارة الداخلية وضحوا لنا وشوفوا لنا، حتى مو نشلب بس بحمد ونقول أخذ 6 مليارات و445. والكارثة أنه البنك المركزي يقول ما عندنا هيك تحويل. تصوروا يقول ما عندنا هيك تحويل البنك زين. ولحد الآن مزاد العملة مستمر، والكل متفق على أن مزاد العملة مستمر بوصولات مزورة. لجنة النزاهة تدري، المفتش العام يدري، البرلمان يدري، الحكومة تدري، العلاق يدري، أحد العلاقين اللي هو أحد المدراء، هو أكو علاقين بالحكومة هسه هم يدري.
ومستمر مزاد العملة وحنفية السرقة مستمرة لحد الآن. لكن مثل طريقة السرقة اللي تحدث عنها الشخص المعني وقال إنه باقوا 4 مليارات ماكو. يعني أفلش الجسر السريع اللي انبنى من فلوس العراقيين في الطريق، طريق محمد القاسم، وأفلش البناية وأقتل أبرياء وأقتل 2. والله شنو انتحاري إجا جاب له لوري وكتل وضرب السيارة وضرب وزارة المالية. وضحوا لنا أرجوكم.